عارفين ان المسحراتي مهم جدا في رمضان، صحينا علشان نقوم ونتسحر علشان الرسول قال ان في السحور في بركه. هل جه في دماغكم المسحراتي ده جه ازاي؟ هل جه في دماغكم برضو هل احنا كده طلعنا كده مسحراتي ماسك الطبله وعمال يدق كده وبيصحي الناس؟ انا جايه النهارده اقول لكم حكايه المسحراتي، والمسحراتي جه من انهي بلد وانتشر ازاي. وقبل ما نعرف الحكايه ما تنسوش سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس واللايك وكومنت لو عايزين اي حكايه جديده من حكايات رمضان. يلا بينا نخش على القصه. زمان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان المسلمين يعرفون وقت السحور بآذان بلال بن رباح، وكان أول مسحراتي في التاريخ. كان طول الليل يمشي في الطريق بيخبط على الأبواب بيصحي الناس عشان يتسحروا. كان صوته جميل جدا، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إن بلال ينادي فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم الذي كان يتولى أذان الفجر. يعني بلال بن رباح كان بيروح يصحي الناس وقت السحور عشان تتسحر، وابن أم مكتوم كان بيأذن أذان الفجر فيمتنع عن الأكل والشرب. أما في مصر لاحظ والي مصر عتبة بن إسحاق إن الناس لا ينتبهون لوقت السحور ومفيش حد يقوم بالمهمة دي، فطوع هو بنفسه وقام بالمهمة دي. كان بيمشي شوارع القاهرة علشان يصحي أهلها وقت السحور. كان بيمشي على رجليه من مدينة العسكر إلى مسجد عمرو بن العاص في مدينة الفسطاط، بينادي الناس بيقول لهم عباد الله تصحروا فإن في السحور بركة. وأول من أيقظ الناس بالطبلة هم أهل مصر. كده انتشر مسحراتي في بلاد كتير جدا، واول من ايقظ الناس كان هم اهل مصر. بعد كده انتشر حكايه المسحراتي ديت باقوال مختلفه. كده الحكايه خلصت. ما تنسوش السبسكرايب واللايك والكومنت وتقولي لي اي قصه انتوا عايزين احكيها واعرفكم عليها. وبكده خلصنا الفيديو. يلا باي.